يلا يلا. ايه يا عمده، انت لسه قلقان ولا ايه؟ ايوه يا راجل، ده انا دمي نشف. قول لي تاني، الطريق كان امان؟ كان امان الامان ومية مية. ومتاكد ان محدش لمحك؟ ده انا توفيق تمساح اللي يفوت في الجن الازرق. طيب ما يلا همة شويه يا رجاله. مبروك مبروك الشغل الجديد. عقبال ما نزرع ونشرب كاسين في صحة المحصول الجديد. ايوه بس في مشكله. ايه؟ ما هنقدروش نزرع غير الارض القبليه. ليه؟ ما انت قلت ان انت هتأجر الارض من الناس. ايوه والناس جت وكانت هتبصر، بصيت لقيت حماد هجم علينا، خرب الدنيا وبوظ كل حاجه. نزل الساعة يا بغلي منك ليه؟ نزل الساعة. خلي رجالتك ينزلوا سلاحهم يا توفيق، ولا يمين بالله لا غفلقة عليكم وادفنك معاهم هنا. نزل سلاحك، نزل. نزل. جري يا حماد، مالك جاي هاجم علينا كده؟ لما ابويا قال لي ان اخوك غلاب حط يده في يد توفيق التمساح وناويين على خراب البلد ما صدقتوش. قلت له استحاله اخويا غلاب يعمل كده. قال لي ولما تعرف المصيبه الكبيره ان اخوك غلاب ناوي يزرع عفيون. عقلي شت مني، قلت كيف ده؟ اخوي غلاب ما يعملهاش. اكيد يا ابويا اللي بلغك بالكلام ده ناوي يجيد نار الفتنه بين عيله الجرح وبعضها. لكن الله في سماء غلاب، لو عرفت انك كنت ناوي تاخد اراضي الناس وتزرعها عفيون لا يبقى الحساب عسير بيني وبينك وبيننا الاشوله. انا هزرع قمح واصدر للخارج كمان. ايه هتحجروا عليا تاجر؟ حماد، هات من الشوال ده وشممني. اطلعوا كلكم برا برا، حملوني مع غلاب لوحده. لا وقف عندك يا ولد تمساح. نزل يدك، مد ايدك عليا. قلت لك وقف مكانك. بقول لك نزل ايدك. قلت لك وقف مكانك. بس هنا يا حماد. قلت لك مكانك كمان. والد عزام الجرحي يزرع عفيون؟ ده انت جدودك من الاشراف، كانك زرع شطاني. يا ابوي انا كنت ما عايز اسمع حسك. من النهارده مالكش كلمه وما تقعدش في مجلس حرفي. اما انت يا توفيق يا تمساح فانا همنع دخولك جبل الطير، وابوك ما ياخدش مننا حجر واحد للجرطة. ولو غفير شاف طيفك في البلد هيطخك. من النهارده دمك مهدور يا توفيق يا تمساح. اما انت يا غلاب حكمي عليك تفضل في بيتك حول كامل، ورجليك ما تعتبش بره البيت. اللي حصل ده خراب مستعجل، كل حاجة راحت مني. حماد خرب الدنيا. بذور الافيون عملوا فيها ايه؟ بيقولوا هيتخلصوا منها بمعرفتهم، لكن لحد دلوقتي هي متخزنة زي ما هي. غلاب، احنا مش عاوزين نخسر فلوسنا. اقول لك على حاجة؟ قول.
اخلص من اخوك حماد. دبيت يا توفيق؟ لا، عقلت. لو راح حماد كل حاجة هتبقى تحت ايدك، عمودية ومحاجر وأراضي زراعية، كل حاجة. احسبها يا غلاب، ولو ما خلصتش عليه بإيدك أنا هخلص عليه بنفسي. أنا مش ناسيله اللي عمله فيا. وانت فاكرها سهلة اياك؟ لا لا، صعبة. شوية رجالة أنا اللي هجيبهم، هيهجموا عليكم ساعة الهجوم، اخلص منه. طب الرجالة دي هتجيبها منين؟ أنا هجيبهم لك بمعرفتي. أنا همشي عشان ما حدش يشوفنا مع بعض. وفكر في اللي بقوله لك ورد عليا. البلد كلها عارفة إن أبوك هيدي أخوك الصغير العمودية والمحاسر. محمد خلاص خلع لأبوك بالكلام الحلو والمسكن، ده غير شغلك مع توفيق التمساح اللي كان هيجيب لك ده. أني من رأي توفيق، وليك علي أسحب لك أبوك ووفاك بعيد، وأنت تخلص على حماد. حكاية وعرة قوي. اسمع كلامي، من متى مشيت ورايا وما فلحتش، وعلى رأي المثل يا واخد جوتي يا ناوي على موتي.